الوجه الانتقامي الكوكب الشرق أم كلثوم من عبد الحليم حافظ. أم كلثوم قررت إنها تاخد موقف من عبد الحليم حافظ، ونفذت ده تحديدا في احتفالات عيد الثورة سنة 64. وقتها الجيش كان بيعمل حفلة كل سنة عشان يحتفلوا بعيد ثورة يوليو مع الرئيس جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة، وكان بيحيي الحفلة دي كل مطربين مصر. وفي الآخر بيطلع عبد الحليم عشان يغني، وبعده بتطلع أم كلثوم عشان تختم الحفلة. ما هو ختموها مسك بقى. المهم أم كلثوم في سنة 64 غيرت ده خالص، وقررت إنها تغني الوصلتين بتوعها قبل عبد الحليم، وطلعت على المسرح تغني ونسيت نفسها. وهي قصدت تعمل كده لأنها عرفت إن عبد الحليم في قعدة قال على أغنيتها إنها مش قد كده. عشان كده قررت أم كلثوم إنها تقرص عبد الحليم قرصة في ودنه خفيفة. وفضلت أم كلثوم تغني لحد الساعة 2 بالليل، وكان وقتها عبد الحليم هيموت من الغيظ، خصوصا إنه كان طلب منها يغني بين الوصلتين بتوعها، لأنه لو غنى بعدها الناس هتكون مشيت ومحدش هيسمعه. لكن أم كلثوم رفضت وقالت ليه إنها تعبانة وعايزة تروح تنام. ولما طلع عبد الحليم على المسرح بعدها قال شرف إن الواحد يغني بعد أم كلثوم، بس أنا معرفش ده شرف ولا مقلب إني أطلع متأخر كده. وطبعا لما أم كلثوم عرفت قررت إنها ترجع حقها بالشياكة بعد الموقف ده. وبعد الموقف ده بسنة لما جه شمس بدران يعرض على أم كلثوم بروجرام الحفلة، وشافت اسم عبد الحليم حافظ شطبت اسمه من البروجرام وقالت مفيش حد هيغني في الحفلة دي بعدي. وقتها شمس بدران قال للمشير عبد الحكيم عامر على اللي أم كلثوم عملته، ورد وقال له سيب عبد الحليم مع فرقته في مسرح البالون وهو هيطلع يغني بعدها على المسرح. لكن أم كلثوم لما عرفت قالت لشمس بدران في وسط الحفلة عرف الرئيس جمال عبد الناصر إني هغني وصلة تالتة النهاردة. وبعدها بعتت جابت بليغ حمدي من بيته عشان يجيب ليها أغنيتها الجديدة بعيد عنك. وبعد ما غنت أم كلثوم خلت فرقتها تعزف السلام الوطني، اللي هو الحفلة خلصت خلاص ويلا كل واحد يتفضل على بيته. وفعلا الرئيس عبد الناصر مشي. ساعتها المشير عبد الحكيم عامر زعل من الموقف اللي حصل مع عبد الحليم، وقرر يعمل حفلة في اسكندرية يوم 26 يوليو ويغني فيها عبد الحليم لوحده. بس الخلاف بين عبد الحليم وأم كلثوم ما انتهاش، وبعدها فضل عبد الحليم قاعد لفترة طويلة في بيته من غير شغل بأوامر من أم كلثوم، وحاول يصالح أم كلثوم أكتر من مرة وهي كانت رافضة الصلح. وفضلوا أكتر من 5 سنين متخاصمين لحد ما في حفلة ودخل عبد الحليم على أم كلثوم وبس إيدها وقال لها مفيش حد يقدر يغني بعدك يا ست. فقالت ليه خلاص عفى الله عما سلف، روح غني يا واد وبلاش بكش بقى. وخلص الخلاف على كده. أما عن تاني قصة انتقام في حياة أم كلثوم كانت تحديدا في سنة 1935 مع رجل من أعيان الصعيد اسمه عبد الستار محمد الهلالي. وقتها غضب عبد الستار جدا بعد ما قالت أم كلثوم نكتة ساخرة عن الصعايدة، وقرر إنه ينتقم منها وبعت جواب لإحدى الصحف بيقول فيه إنه هيحمل حفلة كبيرة جدا وعايز أم كلثوم تغني في الحفلة دي بمقابل 200 جنيه. وقتها الرقم ده كان كبير جدا. وافقت أم كلثوم وبعتت لعبد الستار خطاب بتقول فيه إنها موافقة تيجي الصعيد وتغني. لكن عبد الستار رد عليها بخطاب اعتذار عن الحفلة بحجة وفاة واحد قريبه، فردت عليه أم كلثوم بخطاب بتعزيه فيه. واحتفظ عبد الستار بالخطاب، وفي عيد الفطر بعت لأم كلثوم رسالة تهنئة فردت عليه برسالة تهنئة زيها. ونفس الموقف اتكرر في عيد الأضحى، وكان عبد الستار بيحتفظ بكل الرسائل اللي بينه وبينها أم كلثوم. وبعدها قدمها للمحكمة في أسوان وادعى إنها مراته وطلبها في بيت الطاعة. ونشرت الصحف الخبر اللي كان بمثابة صدمة لأم كلثوم. وقررت أم كلثوم إنها تنتقم منه في وقتها، ووكلت كل المحامين المقيدين في أسوان للدفاع عنها. وبقى عبد الستار مش لاقي ولا محامي واحد بس يدافع عنه قدام أم كلثوم. وتولى المحامي فكري أباظة القضية، واعترف عبد الستار إن عمدة القرية هو اللي طلب منه يعمل كده انتقاما من أم كلثوم بعد ما سهرت من الصعايدة. واتحكم على عبد الستار بالسجن 6 شهور، لكنه توفى بشكل مفاجئ أثناء تنفيذ العقوبة. بعدها طلع إشاعة على أم كلثوم بتقول إنها كانت السبب في وفاته جوه السجن. بعد ما حكيت لكم عن موقف أم كلثوم عشان ترجع حقها، انتوا شايفين إيه؟ هل ده انتقام ولا أخذ الحق صنع؟ كنت أنا معاكم أروى سامح من فانز كلاب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو وسبسكرايب وتكتبوا رأيكم في الكومنتس تحت.